يمكن أغلب الناس بيتساءلوا عن سبب الكره والحقد بين العرب والأكراد في سوريا، والأغلب ما بيعرف أن النظام السوري المخلوع هو كان جزء كبير من هاي الفتنة اللي صارت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم رؤوف من قناة غرباء. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا تدعمونا بزر اللايك والاشتراك. اسمي ما راح قلكم إياه، مو خوف، بس لأنه اللي راح قوله أهم كتير من اسمي. أنا كنت واحد من عناصر الأمن السياسي في وقت أحداث القامشلي في عام 2004، وكنت شاب غبي مفكر أني عم أحمي البلد، لحد ما شفت الحقيقة بعيني. كان يوم 12 آذار، صباح بارد والشمس ما كانت طالعة منيح. كنت واقف قدام باب الفرع وشايل دفتر التعليمات، متوتر وكأنه في عملية كبيرة جاي. بتذكر وقتها فات العميد على القاعة ومعاه ضباط كبار من أكثر من فرع. سكروا الباب وقال بصوت واطي بس حاد: الفتوي والجهاد، اليوم بدنا نشتغل. جهزوا عناصر من عندكم يلبسوا مدني ويلتحموا بين جمهور الفتوي. بدنا الشرارة بس. بعدها رفع أصبعه وقال كلمة ما بنساها: أول ما بيصير احتكاك نحن منتدخل ومننهي الشغلة كلياتها. هون جوالي كان عم يرن كل الوقت. طلعت لقيت اللي عم يتصل فيني واحد من الشباب رفقاتي، كان بيخدم بالأمن على باب الملعب، يعني حرس. قال لي كأنه في شيء كبير راح يصير. أنا استغربت من كلامه، سألته عن السبب. قال لي اجتنا أوامر أنه ما نفتش حدا، أو إذا فتشنا نفتش تفتيش سطحي يعني على وجوه الناس، واللي معاه شيء نخليه يدخله معاه عادي بغض النظر عن أشو اللي معه. وقتها فهمت أنه ما كانت المهمة هي حماية المباراة، المهمة كانت خلق بوابة نار. نزلت على المستودع تبعنا. العناصر اللي معي كانوا عم يلبسوا لباس مدني، جينز، شالات زرق لون نادي الفتوي وقمصان الرياضة. عم يضحكوا ضحكات خفيفة، بس العيون عم تقول انه كل واحد بيعرف انه جاي يعمل شيء مو نظيف ابدا. اعطونا صور، هذا مو شيء غريب، بس مو صور لاعبين، صور لصدام حسين. قلت وقتها بعقلي: ليش؟ شو دخل صدام بالمباراة؟ وإيش الرابط ما بيناتهم؟ الجواب إجا من أحد الضباط اللي كان عم يراقب: بدنا نولعها، الكرد حساسين، وهي الصورة كافي تشغل ملعب كامل. انطلقنا مع باصات المشجعين، بس وجودنا بينهم كان مو طبيعي أبدا. نحن كنا 6 عناصر متنكرين وموزعين بين الناس. كنت امشي بين الجمهور، صوت الهتافات عالي، بس الأصوات اللي معي كانت أعلى بكتير. بالروح بالدم صدام لا تهتم، اللي يعادينا اليوم راسه رح ينزف دم. الجمهور الحقيقي كان عم يردد من دون ما يعرف الحقيقة، أما العناصر المتخفي كانوا هن الشرارة. وصلنا القامشلي وبلشنا نلف بالشوارع قبل دخول الملعب، عم نصرخ بشعارات تخليك تحس انه الحرب على الابواب. والناس الكرد بالشارع بلشوا يتوتروا. كان الهدف واضح، التوتر بده يزيد لحد ما ينفجر. دخلنا المدرجات، الهواء كان مكهرب. جمهور الجهاد واقف ومتحسس، عم يشوف صور صدام وشعارات مستفزة. واحد من عناصرنا رمى أول حجر، وبعدها شفت حجارة تاني وتالتي، وبلشت الضجة. لحظتها التفت على الباب الرئيسي للملعب، ولاحظت أنه قوات الأمن مجهزة حالها وواقفة على الباب، بس مو لتفض الاشتباك، لتتدخل بس يصير مبرر. ولما رد جمهور الجهاد ورده كان طبيعي، سمعنا صوت رصاص، مو من فوق ومو تحذير، كان رصاص حي مباشر. بلشت توقع الشباب، ووقع شاب قدامي، واجا واحد من جمهور الجهاد يركض عليه، والطلقة الثانية كانت فيه. بعد الملعب القامشلي انفجرت، ناس بالشارع، مظاهرات، غضب، هتافات كردية للكرامة، للمظلومية، للدم اللي نزل بدون ذنب. ونحن كنا عم نلاحقهم، اعتقالات، ضرب، وأوامر. اللي بتلاقيه بالشارع اعتقلوا من دون ولا سؤال، واللي بيقاوم
اقتلوا بأرضه. كانت الأيام مرة، والشهداء كانوا بالعشرات، والمدينة كانت عم تنزف، والنظام كان بده بس رسالة وحدة: نحن منقرر مين يعيش ومين ينكسر. بعد سنين من الحادثة فهمت شيء مهم كتير: مو العرب يلي قتلوا الكرد، ومو جمهور الفتوة يلي قتل جمهور الجهاد، ولا القامشلة هي اللي أشعلت الفتنة. الفتنة كانت جاهزة من الشيطان الأكبر، النظام السوري، مكتوبة مخططة ومنفذة من فوق، ونحن كنا عبارة عن أدوات جهلي مغفلين عم نعمل جريمة بحق ناس ما إلها أي ذنب غير إنها بدها تعيش. بس الزمن ما بيرجع، والحقيقة لازم تنقال.